الوطني جنرال توماس سيريلو سوكا بعد زمن طويل. بنقول لك مرحبا بك جنرال وانت معانا عبر راديو تمازج. شكرا لكم وشكرا لراديو تمازج. مرحبا بك مرحبا بك يا في الحوار ده جنرال احنا عايزين نجيف على اخر مستمعينا في كل مكان متابعين راديو تمازج. قاعدين نحييكم وبنرحب بكم في حوار خاص مع رئيس جبهة الخلاص الوطني جنرال توماس سيريلو سوكا بعد زمن طويل. بنقول لك مرحبا بك جنرال وانت معانا عبر راديو تمازج. شكرا لكم وشكرا لراديو تمازج. مرحبا بك مرحبا بك يا في الحوار ده جنرال احنا عايزين نجيف على اخر التطورات في الراهن السياسي، وعايزين برضو عشان الشارع العام والشعب في جنوب السودان برضو يكون مدرك بمجريات الأحداث. هنبتدي نتكلم من الفترة اللي كان فيه محادثات بتاعت تومايني بين الحكومة وبعض الحركات اللي ما وقعت للاتفاقية بوساطة كينية اللي كانت جارية في العاصمة الكينية نيروبي. في الفترة ده في تقارير كان قاعد تشير إنه الحكومة سعت إنها تعمل إجراء لمناقشات سرية منفصلة مع حركة جبهة الخلاص الوطني. هل ممكن تأكد إنه فعلا الحكومة سعت لإجراء محادثات ومناقشات سرية بينكم؟ في البداية أنا أقدر أقول أنه ليس هنالك أي مباحثات سرية مع النظام في جوبا. آخر مباحثات لنا مع النظام كان في روما قبل المباحثات بتاعتهم في نيروبي. اللي فيه رفضنا المشاركة فيها لأن المباحثات دي كانت غير جادة وفقط للتضليل وللمناورة السياسية والدبلوماسية. آخر اجتماع لنا مع جوبا كانت يعني مع وفد بتاع جوبا بدعوة بتاعت المشاورة مع القيادة بتاعتهم، وحتى الآن لم يعودوا. زي ما عرفت عنه أن احنا كنا في مباحثات معهم في روما، وآخر اجتماع بتاعنا معهم قبل المباحثات بتاعت تومويني، وهم قالوا لنا راجعين لجوبا للمشاورة من القيادة بتاعتهم، وهم ما رجعوا حتى الآن. ولكن في يوم 12/8/2024 وهم في مباحثات بتاعتهم مع بقية القوى بتاعت المعارضة في نيروبي، جانا وقت بتاعت المباحثات بتاعت النظام في نيروبي بقيادة السفير ألبينو أيويل، وأيضا وسطاء بتاعت المباحثات في نيروبي بقيادة الجنرال لازارو سامبيو. وفي يوم 12/8 عقدنا اجتماع معهم بحضور منظمة بتاع سانتي جيديو والقيادة بتاعته. وفي الاجتماع ده نحن وضحنا موقفنا بصورة واضحة بأنه نحن ما حنقدر نشارك في المباحثات بتاع في نيروبي، لأنه ده ما مباحثات جادة، ده ما مباحثات لبحث جذور المشكلة وإحلال السلام العادل في جنوب السودان، وإنما زي ما قلنا ده مباحثات فقط لغش الرأي العام بالذات الشعب بتاعنا والمجتمع الدولي. فنحن قلنا لهم في الاجتماع ده أنه نحن جاهزين عشان نحن نتحاور في مباحثات جامع شامل لكل أصحاب المصلحة في مؤتمر مائدة مستديرة عشان نحن نقدر نحل كل المشاكل بتاعت الحرب في جنوب السودان ونحقق السلام العادل. طيب المحادثات ده كان قبل بداية بتاعت محادثات تومايني؟ من خلال يعني في شهر 8 السنة اللي فاتت كان المباحثات بتاعت تومايني كان بيبقى شغال. طيب قد يكون ده نفس الاجتماعات اللي التقارير قاعد تشير له انه في محادثات جرت بيناتكم والحكومة او الوساطة
أثناء المبادرة بتاعت تومايني؟ ده كانت ما اجتماعات سرية، كانت اجتماعات علنية بحضور سانتي جيديو والوفد بتاع الميديشن بتاع كينيا بقيادة جنرال لازارو سامبيو. بس الهدف منه انه كان يتم اقناعكم عشان تكونوا جزء من تومايني، ما كان لاجراء مثلا محادثات منفردة او خاصة بين الحكومة وجبهة الخلاص الوطني. تمام. طيب جنرال توماس، بعد انهيار مبادرة تومايني وغيره من القنوات الرسمية للمحادثات، بيعتقد الكثير من المراقبين بأنه كل السبل بتاعت المحادثات بين الحكومة والمعارضة شبه يعني اتقفلت تماما. برأيكم يعني شنو هو الطريق للأمام في جنوب السودان بعد المحاولات الكثيرة دي؟ حقيقة ليس هنالك أي مبادرة أو حوار للسلام موجود حتى الآن بعد انهيار مبادرة بتاع تومايني في نيروبي والخروج بتاعته من روما تحت الضغط بتاعته ماشيين للمشاورات بالقيادة بتاعته في يوروبا. الحاجة اللي احنا عاوزين نأكده للرأي العام والشعب بتاعنا بالذات أنه المباحثات كانت بتاعت نيروبي كان من طرف واحد وكان بدون إرادة سياسية من النظام في جوبا، ولكن فقط عشان هم يغشوا الشعب بتاعنا أن هم عاوزين يحققوا السلام في البلد والمجتمع الدولي. عشان كده نحن رفضنا المشاركة فوق. اقترحنا عندما جانا رئيس الوفد بتاعهم في روما ورئيس بتاع المجموعة بتاعت كينيا في روما، يعني هنا قدمنا لهم أو اقترحنا لهم مبادرة جديدة لتحقيق السلام الشامل والجامع لكل الأطراف بتاعت المصلحة في البلد، عشان هنا نقدر نبحث جذور بتاعت المشكلة والحرب في البلاد، ونحن نقدر ننقذ البلد من الانهيار. طيب هم ردهم كان شنو يعني للمبادرة اللي انتوا اقترحتوه؟ هل كان في رد ايجابي؟ قدمنا لهم هذه المبادرة وهم لم يردوا لنا بأي إجابة، فقط قرروا أنه يعودوا لنيروبي ويواصلوا المباحثات بتاعتهم المجموعة في نيروبي حتى ما هم فشلوا في النهاية وانهارت المباحثات ولم يعودوا مرة أخرى. تمام. طيب جنرال، كيف في الفترات اللي فات كان في بعض الهجمات في جنوب السودان، وفي تقارير أشارت بأنه الهجوم اللي حصل ده كان بتحالف بين جبهة الخلاص الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة. هل ممكن تأكد لنا صحة المعلومات دي؟ هل في تحالف حصل بين جبهة الخلاص الوطني والحركة الشعبية في المعارضة لشن هجمات؟ حقيقة بعد هجوم بتاع النظام في جوبا على المعارضة بتاع SPLM-IO تحت قيادة الدكتور رياض مشار في كل المعسكرات بتاعتهم وفي داخل العاصمة جوبا، وطردوهم من كل المناطق. National Salvation Front قدم يد المساعدة لكل الأخوان اللي كانوا طالعين من المدن وعشان هم يقدروا يصلوا للمناطق بتاعتهم بطريقة آمنة. وبعد ذلك حدثت اتصالات ومشاورات بيننا National Salvation Front والIO، ووصلنا لتفاهم سياسي عسكري لمواصلة مقاومة بتاعت النظام الظالم ده في البلد ونحرر الشعب والبلد كله من القبضة بتاعته. العمليات الأخيرة الحدثت في منطقة بداية كانت حقيقة دي عمليات مشتركة بين القوتين بتاعت National Salvation Front والIO، ده تأكيدا للتفاهم بتاعنا بأنه احنا لازم نواصل الكفاح ونضال ومقاومة
النظام الظالم ده في البلد. التفاهم ده الغرض منه عشان احنا نصل لهدف استراتيجي لوحدة قوة بتاعت المعارضة كله في البلد والشعب بتاعنا، بسبيل عشان احنا ننقذ البلد، وفي نفس الوقت عشان احنا نقدر نحقق السلام العادل. تمام. طيب بدأت المناقشات 200 للتشكيل بتاعت التحالف هو التفاهم زي ما انت سميته بين الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة والجبهة بتاعت الخلاص الوطني، وشنو التحديات المتوقعة من التحالف ده في المستقبل القريب؟ الاتصالات والمشاورات بدأت بعد خروجه من جوبا، بعد خروج المجموعة الآن في الخارج. هنا بدأنا الاتصالات والمشاورات معهم، هنا في هذه المشاورات هنا اتفقنا على أنه نوحد الجهود وكل القدرات بتاعتنا عشان هنا نقدر نقاوم النظام وننقذ الشعب بتاعنا والبلد. وفي نفس الوقت هنا جاهزين عشان هنا نواجه كل التحديات. زي ما انت عارفة انه ما في اي نضال بدون تحديات. فنحن سلفيشن فرونت والقوة المتفاهمة معهم عارفين انه في اي نضال في تحديات. ونحن جاهزين عشان هنا نتخطى التحديات دي ونواصل النضال بتاع الشعب بتاعنا حتى النصر. تمام. جنرال توماس، طبعا كلنا بنعرف انه دكتور رياك مشار ما زال في الإقامة الجبرية من شهر مارس، والتحالف ممكن يعني حصل في وجوده، ممكن نقدر نقول كده في الإقامة الجبرية. هل بتفتكر انه وجود دكتور رياك مشار في القيادة كان عقبة امام تحالف حركتكم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة؟ وهل ساهم دور بتاعت أويت ناتاليان الحالي كقائد بالإنابة للحركة الشعبية في المعارضة في تسهيل شراكة أكثر فعالية مع جبهة الخلاص الوطني؟ هنا في ناشونال سالفيشن فرونت هنا بنتعامل مع الحركة بتاعت SPLM-IO تحت القيادة الشرعية لدكتور رياك مشار كجسم واحد وتحت قيادته، وليس بأفراد تحت التنظيم. هنا بنتعامل مع كل القيادة السياسية والعسكرية باعتبارهم هم يمثلون القائد بتاعهم دكتور رياك مشار. بتفتكر انه دكتور مشار يعني هو لو الموافقة برضو بالتحالف اللي حاليا شغال بيناتكم؟ ده كلام بخصوص تنظيم بتاع الIO بقيادة رياك مشار. اوكي تمام. طيب قد يكون في مخاوف من أنه التحالف العسكري مع الحركة الشعبية في المعارضة، وإحنا بنعرف كمان أنه الحركة الشعبية في المعارضة بقيادة دكتور رياك مشار هي الشريك رئيسي في السلام المنشط حاليا، اتفاقية بتاعت السلام. بتفتكر أو هل بتعتقد أنه ممكن التحالف ده يعني ما بيزيد من تعقيد بتاعت المشهد السياسي في البلاد وبيأثر على ظروف بتاعت احتجاز دكتور مشار وهو لسه في الإقامة الجبرية؟ أنت بتشوف كيف للمخاوف دي؟ كل القوى بتاعت المعركة ناشونال سالفيشن فرونت والSPLM-IO وكل شعب جنوب السودان هنا مدفوعين عشان هنا ندافع عن نفوسنا وندافع عن البلد وندافع عن المستقبل بتاع جنوب السودان. الآن حكومة أو نظام بتاع جوبا تحت قيادة بتاع سلفا كير بيشنوا أعمال عدائية وهجومات عسكرية والأمنية لكل القوى بتاع المعارضة في الخارج والشعب بتاعنا. وكان هنا ما عندنا أي مفر إلا مواصلة بتاعنا ندافع عن أنفسنا وندافع عن الشعب بتاعنا وندافع عن البلد. وكل العمليات الحسب بتتم بيناتنا والحركة بتاعت الIO تحت رياك مشار وعمليات أنه نحن ندافع
عن البلد بتاعنا والشعب بتاعنا، لا إلا. وأنا بنطالب في نفس الوقت بإخراج كل المعتقلين السياسيين كله في داخل البلد بما فيه رياض مشار. إذا كان الحكومة جادة عشان هم يوفروا جو ملائم لأي مباحثات في المستقبل لبحث مشكلة الحرب في الجنوب وتحقيق السلام. يا يمكن انت ذكرت انه يعني كل العمليات حتى الان قاعده تتم بيناتكم وجماعه بتاعت رياض مشار اللي هم في الخارج، ويمكن انا سالت عن المخاوف حسب، بس انا عايز اسال برضو سؤال تاني. يعني وانتوا مواصلين في التحالف دي وساعيين انه تدافعوا عن انفسكم، ويس في جماعات هم في الخارج، بس لسه في كمان معارضة في الداخل بقيادة بتاعت القائد العام اللي هو دكتور رياض مشار. إذا استمرت الهجمات بيناتكم لفترات تانية، ما بتفتكر إنه ده يكون كريت ضغطي أكبر ويزيد مثلا من التعقيد ويزيد من عمر بتاعت اعتقال واحتجاز دكتور رياض مشار، ويكون لكم كريت ضغطي يا إما تتنازلوا يا إما يكون في حلول تانية؟ الضمانات شنو؟ والله العمل العسكري والسياسي بتاعت المقاومة منها أننا هنا كناشونال سالفيشن فرونت ليست لمكاتب سياسية ضيقة. ده نضال واسع، نضال كامل لكل شعب بتاعنا عشان احنا نقدر نحرر البلد من الطغاة من المجرمين ديل، عشان احنا نقدر ننقذ الشعب بتاعنا ويكون في سلام في البلد ويكون في تنمية في البلد. والنضال بتاعنا ما لأي سبب من الأسباب أو لتحقيق أي مآرب الشخصية أو أهداف سياسية لفترة صغيرة. فالنضال ما هتجيب ما whatever the case may be، النضال هتواصل. نعرفين أنه في أي نضال of course يكون في تحديات حتى على الشعب بتاعنا، حتى على الشعب بتاعنا. وأي نظام ظالم دائما بيظلموا يا هم بيقوموا بعمليات بتاعت انتقام من الشعب بتاعنا. وإحنا بنتذكر تماما أنه في خلال فترة بتاعت النضال بتاعت أنيانيا 1 وفترة بتاعت ال SPLA العدو بتاع شعب جنوب السودان كلما تم الهزيمة بتاعتهم في أي منطقة من المناطق أو في المعارك هم بيلجأوا للانتقام من الشعب بتاعنا. نفس العملية وبنفس العقلية، بنفس العقلية النظام في جوبا بيمارس نفس النظام. ففي كل هزيمة هم بيقع فوقه، هم بيقوموا بالانتقام من الشعب بتاعنا في داخل البلد. فده ما سيناريو جديدة، ده كلام قديم. أي نظام استعماري، أي نظام ظالم دائما بيقوم بالعمليات دي للشعب بتاعنا. في أي خطة تاني يعني أنتوا رسمتوه عشان أتليس يكون ضغطي ويسمح باعتقال بإطلاق سراح المعتقلين من جانب بتاعت المعارضة؟ بيكوز أنت ذكرت من البداية إنه ألغاتكم لتحالف عشان الحاجات اللي حاصل في جوبا اعتقالات بتاعت قيادات المعارضة على رأسهم القائد العام اللي هو دكتور رياض مشار. هل في خطط تانية انتوا فكرتوا انه مثلا تمارسوه غير الحجمات دي عشان تضمنوا انه يتم اطلاق سراح القادة المعتقلين حتى الآن؟ أننا طلبنا من المنظمات بتاع حقوق الإنسان في العالم عشان هم يمارسوا ضغط الحكومة أو النظام بتاع جوبا للإفراج عن كل المعتقلين السياسيين في داخل البلد بما فيه رياض مشار. تمام. بيمارس طرق مختلفة، طرق سياسية، طرق دبلوماسية لدخل جوبا للإفراج عن كل المعتقلين.
تمام. هل التحالف ده ترتيب عسكري بحت أم هناك في مناقشات سياسية جارية؟ وهل الجمهور ممكن يتوقع إعلان سياسي رسمي من التحالف بيناتكم في القريب العاجل؟ يعني هنا ما زلنا في المشاورات مع الإخوة في الاي او تحت رياض مشهد وكل القوى المؤمنة بقضية الحرية والعدالة والحياة الكريمة للشعب بتاعنا بهدف توحيد الصفوف وكل الجهود عشان احنا نقدر ننقذ البلد بتاعنا ونحقق التحرير الثاني لدولة وشعب جنوب السودان. والمشاورات مستمرة. اوكي، يعني الفكرة بتاعتكم انه عايزين توسعوا وتلموا جهود بتاعتكم عشان تحققوا الأهداف اللي انت ذكرته. هل برضو يعني بنتوقع انه التحالف الجديد ده يمكن يكون جبهة معارضة موحدة ويضم مجموعات تانية for example المجموعة بتاعت ناس باغانا موم بول مالون وغيرهم، ولا هيظل بس جبهة الخلاص الوطني والحركة الشعبية في المعارضة؟ استراتيجية توحيد القوى بتاعت المعارضة والشعب بتاعنا والمجتمع المدني في كل البلد. ده استراتيجية ثابتة للناشونال سالفيشن فوند عشان احنا نقدر نوحد جهود بتاع كل القوى زي ما قلت في داخل البلد عشان احنا ننقذ البلد. وفي نفس الوقت ان احنا ما بنستبعد طبعا انه ان احنا نعمل ونتعاون مع المجموعات الاخرى اللي بيشاركنا الرؤيه بتاعتنا لتحقيق الحريه لشعب جنوب السودان. تمام. طيب جنرال، يمكن رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت هو يعني كان نادى لحوار أثناء افتتاح البرلمان في يوليو أو شهر 7 اللي فات. إذا أنتوا تلقيتوا أي دعوة رسمية اليوم للتفاوض مع الحكومة مرة تانية في روما، هل أنتوا مستعدين للمشاركة؟ زي ما قلت لك أن هنا جمعنا التحالف بتاع السوما في روما مع السفير إسماعيل وايس ومثل بتتليقات بحضور بتاع منظمة سانتي جيديو في يوم 19 و20 من شهر مارس السنة ده 2025. في الاجتماع ده أجرينا اجتماعات أجرينا تشاور حول مسألة بتاعت إيجاد حلول الأزمة السياسية في جنوب السودان عشان إحنا نقدر نحقق السلام. في الاجتماع ده هنا عبرنا فيه عن استعداد بتاعنا للجلوس مع نظام بتاع سلفا كير، واتفقنا مع الإيجاد اللجنة بتاعته بقيادة اسماعيل وايس والمنظمة بتاع سانتي جيديو بأن هم يقدروا جوبا بأننا مستعدين أو أننا مستعدين للجلوس معهم في اجتماع تشاوري للبحث عن سبل أو طرق جديدة لإحلال السلام الدائم والشامل في البلاد. وده أننا قلنا له لازم يكون في خلال مؤتمر المائدة المستديرة اللي بيجيب كله فيه أو لازم تكون شامل وجامع ويجيب كل القوى السياسية والاجتماعية في البلد عشان إحنا نقدر نبحث الجذور بتاعت المشكلة وأسباب بتاعته ونشوف الحلول المقبولة للشعب بتاعنا. حتى الآن هنا ما عندنا أي رد من جوبا بعد الاجتماع ده. هم رجعوا وما في أي رد من جوبا. عشان كده هنا في الزمن ده هنا بندعو رئيس الفقير بتاعت النظام أو نقول دعوة بتاع الفقير في البرلمان في يوبا للحوار. هو واحد من الأكاذيب اللي هو بيقوم به وعوان بتاعه للتضليل بتاع الشعب بتاعنا والمجتمع الدولي بأنهم هم دعاة للسلام، ولكن في الحقيقة هم غير قوة للسلام وإنما قوة لتدمير بتاع جنوب السودان والسيطرة عليه والاستعمار بتاعته تماما. والمثال أصبح واضح قدامنا كيف هم خططوا لتدمير بتاع
المعارضة بتاعت الاس بي ال ام اي او تحت الدكتور رياض مشار وبقية المعارضات في داخل البلد. يعني هنا كناشونال سالفيشن فرونت والقوة الموجودة في المعارضة في سوما واخرين اللي بيشاركنا الرؤية بتاعنا لإنقاذ جنوب السودان، يعني هنا على الاستعداد للحوار الجامع والشامل معه في أي وقت. هم جاهزين. تمام. طيب جنرال توماس سيريلو، يمكن انتوا في المعارضة من 2017 وموقف بتاعت الحكومة كان قاعد يكون واضح وثابت بأنه المعارضة يعني ما عندها أي قضية كده مقنعة. طيب في ظل بتاعت الجمود السياسي المتفاقم دي، ليه ما بتقدموا تنازلات عشان ما تحققوا تقدم في مسار بتاعت السلام؟ يعني خلينا أقول كده، يمكن الرأي بتاعتكم أو المبدأ اللي انتوا قاعدين دائما تخشوا به أي محادثات، إنه يعني مهم شديد يتم مخاطبة جذور المشكلة أو الأزمة على مستوى بتاعت جنوب السودان. ما بتشوف إنه يعني الحكومة يمكن تكون متخوفة حتى من التسمية نفسه، يعني كونه نجي نقعد عشان يتم مناقشة جذور المشكلة. إذا المشكلة بقت في جذور المشكلة، ليه يعني ما تفكروا في تسميات تانية أو في مبادرات بمفهوم آخر؟ فور اكزامبل هسه ناس مبادرة تومايني لما هم جو للمبادرة، يمكن هم جو بتسمية تانية اللي هو إنغاث جنوب السودان. إذا بقى في تخوف من المصطلحات ومن المفاهيم ده، ليه ما فكرتوا إنه يكون في طرق تانية بمفاهيم أخرى وتحقق نفس الأهداف؟ تفضل. يعني هنا في الناشونال سالفيشن فرونت والقوة المعانا في التحالف بتاع سوما، يعني هنا كلمنا الكلام ده مرارا أو مرات كثيرة أنه نحن جاهزين نتفاوض مع جوبا في كل مكان في منطقة للميسي، منطقة تكون يعني suitable للمباحثات عشان كل الناس المشاركين يقدروا يقوموا بتعبير عن الآراء بتاعتهم بصورة واضحة. الكلام بتاعت التسميات أننا بنفتكر وقلناه قبل كده أنه حتى التسمية بتاعت الراوند تيبل كونفرنس، أننا قلنا إذا جوبا بيخاف من الكلمة بتاعت الراوند تيبل كونفرنس ما بيهمنا الأسماء لكن بيهمنا المضمون. أننا عاوزين مباحثات بيجيب فيه كل القوى السياسية في البلد. إذا كان القوى السياسية ده موجودة والتنظيمات السياسية الموجودة داخل البلد أو خارج البلد في المعارضة، بما فيه المجتمع الدولي والقيادات الدينية في داخل البلد، المجموعات النسائية والشبابية، يعني هنا عاوزين كل النازل يجوا مع بعض، وأن هنا بعدك نبدأ عشان نبحث أسباب بتاعت الحرب في جنوب السودان. الكلام ده إذا كان أو في راوند تيبل كونفرنس وحتى في تحت الشجر، ما المهم يكون راوند تيبل كونفرنس. الأهم أنه أننا كلنا كجنوبيين كقوة بتاعت المصلحة بداخل البلد أو الستيك هولدرز لازم نكون مع بعض، وكلنا لازم نكون موجودين بدون ما نحن نازل أي زول أو نخلي أي زول برا، عشان بعد كلنا نحن نقدر نتفق لحل بتاعت المشكلة بداخل البلد، وبعد ذلك نحن نقدر نحقق السلام. تمام. فده موقفنا. تمام. فما بيهمنا الأسماء. تمام. نحن جاهزين نقعد مع جوبا كقوة بتاعت المعارضة وكل الناس. تمام. كانت تحت شجر، كانت في راوند تيبل، كانت في أي شيء ممكن تسميهم. تمام خالص. يا جنرال، احنا وصلنا لنهاية، وانا شاكراك جدا لكل الافادات والصراحة للرد لكل الاسئلة. انا عايز اديك فرصة اخيرة، اذا عندك اي رسالة عايز توصله عبر الراديو، او اذا في اي حاجة انت كنت متوقع انه انا اسألك ليه وانا ما سألتك، عايز اديك فرصة اخيرة تقدر توصله ومنه احنا بنختم. اتفضل. يعني نقدر نقول في النهاية أنه البلد بتاعنا وصل لمرحلة صعبة. البلد بتاعنا وصل لمرحلة بتاعت الانهيار.
اللي فيه المجتمع بتاعنا اتشدد واتقسم، اللي فيه النظام سبب معاناة شديد جدا للبلد بتاعنا. هنالك موت، هنالك تعذيب للشعب بتاعنا، ما في أكل، ما في دواء، ما في تعليم، ما في أمن، والبلد بتاعنا في طريقه للانهيار بتاعنا. عشان كده في زمن ده أنا بدي نداء للشعب بتاعنا كله في داخل البلد وخارج البلد، لأنه المرحلة اللي وصل فيه البلد أو المرحلة اللي وصل فيه نظام بتاع سلفا كير البلد فيه، أننا ما عندنا طريق إلا أن الشعب بتاعنا كله يأخذ المصير بتاعتهم في يدهم ويواصلوا النضال عشان هم يقدروا يأمنوا حياتهم ومستقبل بتاعتهم والأجيال الجاية، وما يخلوه في يد بتاع سلفا كير. أننا لازم نناضل، أننا لازم ننتفض بأسرع فرصة ممكن عشان إحنا نقدر نحقق التحرير الثاني. جنوب السودان أصله التحرير الثاني زي ما أنا قلت، زي ما أعلنت فترات اللي فاتت أنه we need a second liberation عشان إحنا نقدر ننقذ البلد بتاعنا ونحن نحقق السلام العادل من الناس الدمر البلد النظام بتاع الحركة الشعبية في الحكم تحت سلفا كير. شكرا كثير جنرال، شكرا كثير. شكرا لك. شكرا. نعم مستمعينا في كل مكان لكل اللي تابعونا، ده كان معنا جنرال توماس سيريلو سوكا قائد ورئيس جبهة الخلاص الوطني، كان معنا في الحوار الصريح ديه. بنشكركم وبنشكر كمان للزمن بتاعه وللإفادات لحد ما نتقابل تاني. إلى اللقاء.